سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الوصفه لتبييض الاسنان اللي انا كنعتمدها، هي اللي كندير لسناني. ها نتوما كيف ما كتشوفوا سناني زوينه بزاف. المهم اول حاجه بعدا قبل ما تحكوا سنانكم خاص يكون عندكم هذا ديما في الدار، هاد العود ديال السنان. ضروري السنان ديالنا خاصنا نقوهم، حيتاش ديك البقايا ديال الماكله اللي كتبقى في السنان هي اللي كتعطي الريحه كريهه في السنان. داكشي علاش ديما يكون عندكم هذا باش تنقيو بهاد الطريقه. تحيدوا ديك البقايا، تحطوا حداكم شي كلينكس، تبقاو تحيدوا نقوا هكا، تبقاو تنقيو بين السنان باش الفم ديالكم ما كتبقاش فيه الريحه، وحتى سنانك تحافظي عليهم ما يخسروش ليك. عاوتاني تحتاجي خاصك تمشي تحيدي سنانك كاملين وتركبي سنان، مالك على حالتك، تهلاي غير في سنيناتك اللي عطاك الله عز وجل. داكشي علاش انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي انا كنديرها زوينه بزاف. عندي هنايا بيكربونات الصودا، وعندي الخرقوم بلدي، ومعجون الاسنان. المهم غادي ندير هنايا معلقه ديال هادشي، ما بغيتش نقطع الفيديو. غادي ناخذ هنا شويه، انا غادي ناخذ شويه من الخرقوم، ها هو ياك، وغادي نزيد بيكربونات الصودا، شي معلقه صغيره بحال هكاك، على حسب اللي يكفيك نتيا السنان ديالك، فهمتوني؟ ما تديرش هذاك الشيء اللي من ورايا. صافي خدينا داك الشيء اللي يكفينا. هذا هو الروتين ديالي انا، تقريبا كنديرها مره في السيمانه بحال هكاك. بقاو ديروها مره في السيمانه كيف ما قلت لكم. تهلاو في سنانكم، بقاو تحكوهم يوميا ونقوهم من ورا كل ماكله الا بغيتي تحافظي على السنان ديالك. وغادي تجيبي شيته اللي كديري بها الوصفات، زعما اللي غادي ديري بها مره واحده تقدري تلوحيها ولا تغسليها، حيت كيبقى شاد فيها ديك السفوريه. وبالنسبه للخرقوم، جيبوا داك الخرقوم المزيان اللي غادي تطحنوه. شوف انا عندي هنايا ديال الفاخر، هو اللي غادي ندير. تجيبوا عواد خرقوم، جيبوا عواد من عند العطار وطحنوه بايديكم، ولا خذوا عواد وطحنوه عنده نيت، ما تاخذوش مستعمل. بلاتي عرفتي مع تلفت مع الهضره نسيت خلطت المكونات بالشيشه ديال السنان. والله الا نسيت بالله، حيت كنصور بالليل التليفون هنايا يبان لكم الاضاءه في شكل، حيت التليفون ماشي شي تليفون نيت، تليفون والو عيان. شوفوا اللي بغى يزيد الحامض يزيدو، ولكن انا ما تنبغيش ندير الحامض حيت كان اللي تيتحسس منه، فهمتوا؟ المهم كتبقاو تخلطوا فيها هكا، ديروا نتوما القدر اللي يكفيكم. صافي غادي نديرها بحال هكا بهاد الطريقه. تقريبا مده ديال دقيقه وتبقاو تحكوا في السنون ديالكم.
هانتوما البنات بعد ما حكيت سناني، هانتوما ودابا غادي نعاودهم بالسينيال باش نحيدو الصفوريه اللي كتبقى، غادي نعاودوهم بالسينيال. ما تنساوش اللسان نتوما حكوه. نغسل فمي ونرجع معاكم. هانتوما البنات بعد ما غسلت سناني، هانتوما قربت الاضاءه باش تشوفوا الصفوريه باقا في لساني. المهم هاد الوصفه واعره بزاف صدقوني، بقاو اعتمدوا عليها مره في السيمانه، كتحيد حتى الريحه من الفم وكتحيد داك الميكروب اللي كيكون في الفم والسوسه. غير اعتمدوا عليها مره في السيمانه، هي اللي كندير انا السنان ديالي. وكيف ما قلت لكم السنان خاصكم تبقاو تحكوهم مورا كل ماكله وتنقيوهم بهذا اللي ما عندوش يمشي يشريه. وهذيك الشيته اللي استعملتها دابا ولات صفراء غادي نلوحها تنعاود نشري وحده اخرى. وما تنساونيش باللايك والاشتراك ديالكم باش ان شاء الله نزيد لكم مزيد من الوصفات اللي انا كنجربهم في طبيعه الحال. مع السلامه.